السؤال الأولاني لما بعت لي إزاي الواحد يلجأ لربنا في حالة البيرن أوت. خليني الأول أشرح لحضراتكم إيه حكاية البيرن أوت ده. البيرن أوت ده عبارة عن شعور بفقدان الرغبة، وشعور مش عايز أسميه كسل، لكن عدم وجود الهمة عند كثير من الموظفين المكافحين. وساعات بيصاب بالبيرن اوت الامهات اللي بتربي العيال وبتقوم بوظيفه، يعني وظائف في البيت. والبيرن اوت هو عباره عن حد مش قادر يستحضر المعنى اللي بيصحيه كل يوم، فبيصحى منزعج في مواجهه المهام بتاعته، فقد جزء كبير من همته ومن الحماس اللي كان بيأدي بيه المهام بتاعته. بيتعصب على الحاجات دي ما كانتش بتعصبه بالشكل ده زمان. بلس ان الكواليتي، كفاءة أدائه في المهام بتقل بسبب الانزعاج. ساعات البني آدم ما بيكونش بيرند اوت، يعني ما عندوش، مش محترق وظيفيا، انما بيكون عنده مشكله مش محلوله عامله له انزعاج، وزي ما تكون معكره عليه صفو اقباله وتركيزه في الشغل. فالاول شوف، هل انت فعلا عندك احتراق وظيفي، ولا عند حضرتك مشكله محتاجه لو اتحلت الدنيا هتبقى اكثر هدوءا وتعرف تنجز يعني. طيب، اللي عنده بيرن اوت كيف يلجأ الى الله؟ احنا عندنا 4 خطوات مهمين جدا. اولا، حضرتك محتاج او حضرتك محتاجه تدعي ان ربنا يفكرك بالمعنى اللي بيصحيك كل يوم. انا بشتغل ليه، وبربي العيال ايه، وايه الغايه اللي من ورا ده؟ فادعي في صلاتك باللغه اللي انت عايزها ان يا رب اجعل المعنى اللي انا عايش عشانه وبشتغل عشانه وبكافح عشانه دايما يكون بين عينيا، لان تذكر المعنى بيعلي الهمه جدا. الحاجة التانية، لا تنسى الذكر بلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كنز من كنوز أهل الجنة. وأهل الجنة ما عندهمش مشاعر سلبية. أهل الجنة عندهم الفرح والسكينة والاستبشار وكل المشاعر اللي بتيجي بسبب الثقة في المستقبل، إن ربنا راضي عننا خلاص. فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ورشح لحضرتك 100 الصبح و100 بالليل. الحاجة الثالثة، الراحة الحقيقية. لما تيجي تاخد أجازة، لو سمحت ما تردش على تليفونات الشغل، ويوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع، زمايلك هيفهموا ان في الاجازه انت مش، لا يوصل اليك، ما حدش بيوصل لك في الاجازه، وهيتعودوا على كده، وانت محتاج تتمرن على ده عشان تستريح تجدد نشاطك. اخر حاجه، خلي ليك كل يوم انشطه لطيفه ممتعه، زي الجيم، زي المشي، زي انك انت يبقى عندك ولو نص ساعه في اليوم هي المكافاه، اللي انت هي الشوكولاتايه الجميله اللي بتاكلها، اللي بتشجعك تواصل في كفاحك في الحياة. وده لازم وده مهم، ودي عبادة إن لنفسك عليك حق. والله أعلم.